للحديث عن كوت ديفوار. خضتنا يا عم. لا ما يعني بفوق. فوق يا باشا. فوقتنا اللي فاتت. فوق يا باشا، فوق صح معانا. طيب لو انا دلوقتي بتكلم على فريق زي كوت ديفوار، هي الكرة هتبقى معاه تقريبا اغلب المباراه، وحضراتكم قلتوا التشكيله سواء في الفاصل اللي كان في الهواء او حتى كمان في السيجمنت اللي فات. انا دلوقتي بتكلم على انهي طريقه لعب هي المناسبه بالنسبه لي. اذا احنا قلنا 5-3-2 هي طريقه اللعب المناسبه، فانا من المفروض انه امشي السيناريو ازاي؟ جول في الاول، طب انا لو جول في الاول في تحول ده مش ممكن يضغطني بقيه المباراه، هقسم الجيم ازاي؟ بص، هو التقسيمه في الاساس اللي عملها كابتن حسام في مباراه جنوب افريقيا، انت 100% انت محتاج تبقى مبادر ان انت اكيد افضل لك ان انت تجيب هدف 100%. لان بمنتهى البساطه كده الماتش اتقلب 100% على عدلتك، فبتوتر وبتحط الضغط كله على الخصم اللي قدامك، فبتبقى بمنتهى البساطه انت اعصابك اهدى، بتلعب بقى على المرتدات فالمساحات بتفضى اكتر. هي النقطه كانت في ايه؟ انت الميزه اللي عملتها في مباراه جنوب افريقيا ان انت دايما عامل الخناقه يا اما في نص ملعبك في نص الملعب عموما، يا اما في نص ملعبهم. ودي النقطه اللي كانت عبقريه بصراحه، دي اللي خلت الموضوع يبقى صعب شويه على المنتخب الجنوب افريقي. ان انت الشوط الاولاني بالكامل ما راحوش غير بفرصه واحده تقريبا، فهي ده اللي انت عايزه. استكمالا بس لكلام الشباب كلهم، انت النقطه دلوقتي لما هتيجي تلعب قصاد فرقه راس مالها الاساسي في الطرفين، سواء ديالو مع الباك او ديوماندي اللي عنده الباك الشمال بتاعه كونان، حته لعيب كوره جامد قوي جامد قوي، يعني هو لوحده بيطلع بالكوره لوحده بمنتهى البساطه، يعني هو مش محتاج حد. لعيب بكورته كويسه جدا، لعيب سريع ولعيب خبره، قدامه لعيب 19 سنه. فهي النقطه انا بشوف ان التوازن شويه، واعتقد ان اللي كابتن حسام اقرب لان هو يطبقه هو نهايه ماتش بنين، ان انت محتاج امام عاشور شمال مروان، ومحتاج زيزو على يمين مروان. زيزو هو لعيب في الاساس انت استغليته كتير في المنتخب ان هو يغطي في الطرف اليمين ده بشكل عام، ويعمل الزياده مع محمد هاني، لان هو داخل عليه لعيب زي ديوماندي باك شمال زي كونان، الاثنين بيتقدموا، فانت محتاج تامن النقطه دي. وزيزو من غير الكوره حتى هذه اللحظه في البطوله هو افضل بكتير. يعني هو الكوره في رجل زيزو لسه محتاج، لا مش ده زيزو، بس شيل الكوره من رجل زيزو، المجهود البدني بضغطه بمساحه الدفاعيه اللي بيعملها، لا هو ممتاز فيها بصراحه. ماشي. النقطه الثانيه انت محتاج من امام بس هو يجيب فورمه، بس امام واحد من اللعيبه اللي ممكن بباص واحد يودي مرموش انفراد، يودي محمد صلاح انفراد، حتى زيزو في التحول هو لعيب سريع وجهده بدني كويس جدا فيقدر يديني دي. مش محتاج امام يمسك الكوره كتير، هو محتاج الامام رقم 8 بقى شويه، محتاجه دفاعيا برضه، هيسند مع فتوح ميزته ان هو لعيب مش بيتقدم. طب هو امام هيعرف يدهني دي بدنيا؟ هو ده افضل الحلول، لانها بمنتهى البساطه لو لعبت بمهند لاشين ومروان انا كده قطعت كل الفرص بالنسبه لي. ان انت مختلف مع دكتور سامح؟ لا عادي، احنا بنقول افكار نختلف، ايه المشكله؟ ما الكوره حلاوتها في الاختلاف. مين كمان اشترى نفس انت برضه اشتريت؟ لا انا شايف، لا انا مع اضم صوت مره، بس انا شايف نحط مصطفى محمد ويبقى كمان اللي واقف. احنا كنا بنتكلم على مهند لاشين ومروان. لا كتير ساعتها لما نيجي نحضر مش هيطلع بالكوره خالص، الموضوع صعب جدا. هتبقى صعب. مين اللي طب انا عايز افتكر بس مين اللي قال مهند لاشين؟ انا مع مهند. انت مع مهند وانت مع ماشي. بص، هي الخناقه في الاساس ايه؟ ان انت قدام جنوب افريقيا لعبت على، لما لعبت الكره العاليه انت عايز الكره الثانيه على طول، فمحتاج جهد بدني كبير قوي. مهند لاشين انت ما لعبتش فيه، ما استغلتوش غير بس كام دقيقه بدنيا. أيوة، انت برضه بتقول امام واحنا ما حدش فينا لا ما هو لازم يبقى موجود برضه، ما حدش فينا واثق ان امام بدنيا يقدر يلعب الحته بتاعت. ما هو خلي بالك، هو امام انا كده انا زي ما انت بتقول، انا الكوره مش معايا، فانا كل الوقت هفضل مزنوق في نص ملعبي، بس الميزه عند امام ان الكوره لما هتجيله قول لي الثلاثه اللي في نص الملعب عشان ما نقعدش نلف. ما هو انا قلت لك امام مروان زيزو. امام مروان زيزو، ها قول لي الثلاثه اللي في نص الملعب. مهند مروان وامام وصلاح ومرموش. قول لي الثلاثه. مهند ومروان عطيه وامام عاشور. امام مروان مرموش، قدامهم مصطفى محمد ومحمد صلاح. انت اتيت بما لم ياتي به احد. قول لي كده تاني. عندي الثلاثه اللي يبقوا منتخب 3 نص الملعب. نص الملعب الثلاثه اللي قدام الخمسه هيبقوا امام على اليمين زي ما حصل في ماتش جنوب افريقيا، بس هيبقى هو الرايت وينجر في 5-4-1 او في الثلاثه دول هيبقى هو اللي على اليمين. ده كده 6. لا هيبقى على يمين مروان، يعني مروان هو اللي هيبقى قدام الخمسه، يبقى يعني هيبقى 8 يمين امام. لان انت عندك 5 تحت بالظبط. 1-6. لان انت كده انا بشوف الادوار في الترحيل ومذاكره ازاي هتقفل الطريقه بتاعتهم في نقل الكره من اليمين للشمال في تفغير العمق، هو تمركز لعيبه اكتر ما هي ان انت تحط لعيبه ومدافع بطبعه
لان انت كده هتقتل كل فرصك في صناعه التحول على فرقه اصلا ضغطها العالي وضغطها العكس هيبقى شرس جدا. طب يعني انت بوركينا عايز فاسو النهارده مش عارفه تطلع بالكره لا يا مش لو الماتش ده قعد لحد الفجر طب ده مش هيطلعوا بكره. احنا بقى اللي ما اشتغلناش على الطلوع بالكره ضد بنين هنعرف نطلع بالكره بالعناصر دي ضد كوت ديفوار. انت لازم تحط في دماغك ان انت عايز تقلل برضه عدد الوقت اللي انت فيه تحت الكره. ليه امام عاشور هو اللي كان بياخدك من نص ملعبك لنص ملعب جنوب افريقيا. فانا عايزه في النقطه دي. عايز برضه مرموش يبقى قريب ان هو مش هيترب في انت عايز مرموش 8 عايز مرموش على الشمال يعني مروان عطيه على يمينه امام على شماله مرموش قدام مصطفى محمد ومحمد صلاح. ماشي. لا انا اقول لك انا مهند جنب مروان قدامهم امام ويبقى زيزو معايا الاول ورقه في حاله. لا قول لي الثلاثه بتوع نص ما انا الملعب. قلت اهو مهند مروان قدامهم امام 2 6 و8 2 6 1 8 صح كده؟ مهند مروان زيزو. وهقول لك ليه. الجابون كانت متقدمه على كوت ديفوار 2-0 في المجموعات. ماشي. الفكره اللي كوت ديفوار بتعتمد عليها دايما مهمه قوي ايه؟ ان هو بيحاول ان هو يجمع لعب على الاطراف ويحاول ان هو يسيب 1 على 1 سواء لديوماندي او لعماد ديالو يبقى يخليهم 1 على 1 لان هم بيعرفوا يعدوا في الواحد على 1. فانت محتاج انك تعمل دبل مان على عماد ديالو او على ديوماندي عشان الاثنين دول ما يقدروش ياخدوا الفرصه ان هم يعدوا. فانت محتاج مهند يكون قافل مع فتوح، محتاج ان مروان يكون قافل او زيزو هو اللي هيرجع يدروب باك يقفل مع محمد هاني. فده دي الاساس اللي كوت ديفوار بتلعب عليه لان هم كمان عندهم 2 لعيبه في نص الملعب جامدين جدا. هو بيلعب بكيسي وسنجاري وساعات ممكن يلجا لسيكو فوفانا ان هو يحطه كمان قدامهم عشان يامن نص الملعب بتاعه قوي. ماشي. فانت محتاج جابون لعبت بطريقه سهله قوي. كوره الثانيه باص الثاني الطويله. المعلم ده بيذاكر. لا ما هو قاعد المغرب بيهرج. لا بيذاكر بيذاكر ودخل في التحليل وانا بقيت حاسس ان انتوا كلكم ما شاء الله دخلتوا في التحليل وشادي دخل في التحليل والدنيا بقت حلويات. حاسس ان عز مشي وعمر مشي فانا همشي انا كمان. انا مبسوط اقسم بالله انا مبسوط. انا بقعد في القهوه دي انا بتبسط. نفسي القهوه دي تبقى مثلا 80 ساعه نقعد نقول كل اللي نفسنا فيه. انا بقى عايز اقول حاجه بقى معلش بقى. شوف بقى انت قلت 2006 و2008 و2010 كوت ديفوار. لا الماتش اللي جاي ده هيبقى استنساخ من ماتش 98 بتاع كابتن الجوهري اللي كان حسام حسن في الملعب فيه اللي هو ماتش 0-0 وضربات جزاء. حازم امام نادر السيد. بس هو كده؟ كابتن حسام اصلا ابوه الروحي كابتن جوهري. بيتهيألي كابتن حسام هيرجع بالذاكره كده يفتكر محاضره كابتن جوهري كانت عامله ازاي. طب ما كيروش برضه نفس القصه 2001. مش عيب يعني ضربات جزاء برضه. لا هو مش عيب. هو الماتش ده انا اصلا احنا هنقدم مش هنتقدم. طب والله العظيم انا متاكد ان كوت ديفوار خايفه مننا. ان شاء الله. والله العظيم متاكد ان كوت ديفوار خايفه. ما فيش مره قابلتهم في مره اقصائيه الا ما طلعتهم بره. بس خلاص انت منتخب مصر بس ده مش ده ملوش علاقه. العب بالعدله بتاعتك. ماشي. انت قصادهم. حضرتك سؤال ليه حضرتك خايف من ان احنا نجيب جول في الاول بدري؟ هتضغط بقى افضل بقى مضغوط طول الماتش كله بقى. بالعكس انا لو جبت جون بدري عندك فرصه. انا هبقى بدافع عارف ان حتى لو دخل فيا جون انا لسه في الجيم فهبقى مش قلقان. ثانيا هم اللي هيضغطوا ان هو عايز على البلوك ده يجيب جونين. انا مش ضد ان انا اجيب جول مش ضد ان انا اجيب بس لما تسالني عن تفضيلاتي في التوقيتات بتاعه الجول عشان ما حدش بس يقص لي الجزائر النهارده عارفاكم نجيب جول في الدقيقه 75 مثلا. الجزائر النهارده انا مش عايز اجيب جون في اول 5 دقائق عشان ما تضغطش طول المباراه. انا عايز اقسم الجيم على قد ما اقدر بحيث ان انا ازق شويه. يعني لو بايدي ان انا اسجل جول في وقت متاخر يبقى افضل لي طبعا لان انا مش عايز افضل مضغوط طول الجيم كله وبلعب انا تحت الكوره وهم جبنا جول تحت الكوره برضه. جبنا جول برضه هنفضل تحت الكوره. انا موافق. مرتاحين بقى معانا